السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم وصفه نتاع الكوكيز بالشوفان، كتجي رائعه وبنينه بزاف، احسن من اللي كيتباع، يجي بنين وهشيش. هنا بالنسبه للمقادير كنحتاجو 250 غرام نتاع الزبده تكون بحراره المطبخ، حبتين نتاع البيض، كنحتاجو كذلك كأس نتاع قوقاو اللي حمرته وهرمشته، يعني ما طحنتوش حتى يولي بودرة، فقط هرمشته. عندي كذلك كأس غير مملوء نتاع اللوز اللي كذلك صهدته واحد شوية وطحنته بقشورو. عندي كأسين غير مملوءين من السكر، كأس إلا ربع من السكر. عندي هنا 2 ساشيات نتاع الخميرة نتاع الحلويات ما يعادل 16 غرام. عندي هنا ملعقة نتاع حبيبة الشوكولات وملعقة نتاع الفيرميسين نتاع الشوكولات. عندي هنا نكهة الكراميل اللي ممكن تعوضوها بفلون كراميل. وعندي هنا بطبيعة الحال كمية نتاع الشوفان اللي طحنته واحد شوية، يعني ما طحنتوش حتى يولي بودرة، فقط هرمشته. هنا في إناء أو في قصرية كنوضعو الزبدة، كنضيفو لها السكر وكنخدمو مزيان ديك الزبدة مع السكر. هنا دائما كما متعودين في الحلويات من الافضل تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ. هنا من بعد ما يخدمنا مزيان السكر مع الزبده كنضيفو واحد نصف كاس نتاع الزيت، انا نسيت ما ذكرتوش في المقادير، نصف كاس نتاع الزيت، وكندخل مزيان ديك الزيت مع الزبده، وكنضيف كذلك حبتين نتاع البيض. هنا بالنسبة للمكسرات أنا ضفت فقط القوقاو واللوز، ممكن تضيفوا يعني أي نوع تاع المكسرات عندكم، كما ممكن تضيفوا كذلك القليل من الزبيب هكا مقطع، أيضا كيعطيه إضافة اللي بنينة بزاف. وهنا كنضيف واحد راس معلقة نتاع نكهة الكراميل، وكنضيف داك القوقاو واللوز بهذه الطريقة. كنخدم مزيان هاد العناصر وكنبدا كنضيف الشوفان بالتدريج وانا كنخلط. انا هنا يعني غتخرج ليا كميه كتيره، ممكن نتوما الا بغيتو كميه قليله ديروا نصف نتاع المقادير بهذه الطريقه. وانا كنخدم وكنضيف بالتدريج، من بعد كنضيفو دوك الساشيات نتاع الخميره نتاع الحلويات، كنجمعو فقط باطراف الاصابع. هذا هو العجين اللي غنتحصلوا عليه، اللي يمكن نشكلوه يعني هكا نشكلوا منه كويرات نتاع الحلوى. من بعد كنضيف دوك الحبيبات نتاع الشوكولاط والفيرميسيل. هنا الا كان متوفر لكم فقط حبيبات الشوكولاط استعملوهم، او الفيرميسيل استعملوه، يعني اللي متوفر عندكم. انا كان عندي شويه من الفيرميسيل وشويه من حبيبات الشوكولاط وخلطتهم مع بعضياتهم. هنا بالنسبة للكمية نتاع الشوفان خدا ليا تقريبا كيلو، بقى ليا منه واحد شوية. هنا بالنسبة للتشكيل نتاع الحلوى كناخدو كمية من العجين وكنشكلوه على شكل كويرة وكنبسطوها واحد شوية. الكمية الحجم نتاع الحبة نتوما اللي كتحكموا فيه بهذه الطريقة. بالنسبة إلا بغيتو يعني يجيكم حبات يعني اللي مقادين، خذوا كمية من العجين وسرحوها وسط يعني قطعتين تاع البلاستيك أو ورق الزبدة، وقطعوهم يعني بشي قطعة اللي دائرية باش تحصلوا على حبات بنفس الحجم. وهنا كنزين بحبيبات نتاع الشوكولاتة على الوجه، وكندخل اللاطة ديالي للفرن اللي سخناه من قبل من طبيعة الحال على عافية مهيلة حتى كيتحمر لينا. هنا أنا عطات ليا كمية مضاعفة 2 لاطات بحال هادي. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الكوكيز ديالنا من بعد ما تحمر، كيجي رائع هشيش بنين بزاف، هكا كياخد لينا اللون الذهبي. انا هنا طيبت اللاطه الاولى وباقيه ليا لاطه واحده اخرى يعني في الفرن، كما كتلاحظوا كيجي هشيش بزاف. هنا بالنسبه لطريقه الاحتفاظ باش يبقى لكم مقرمش مده طويله، تحتفظوا به في علبه محكمه الاغلاق اللي كتفرشوا لها القليل من الومنيوم او ورق الزبده، كتحتفظوا به في الثلاجه كيبقى مده طويله.